في أحد الأحياء الشعبية، كانت فاطمة ست بيت زيها زي غيرها من ستات الحي، عايشة مع جوزها وأولادها في شقة صغيرة فوق بقالة، وكل يوم بتروح السوق وتجيب لعيالها اللي محتاجينه. فاطمة كانت دايما مبتسمة رغم تعب اليوم وشغل البيت، وما كانتش بتشتكي حتى لو الدنيا مش ساعداها. يوم من الأيام، كانت فاطمة راجعة من السوق، وهي ماشية في الشارع المزدحم، حست بشيء غريب. في واحد غريب الملامح، لابس جاكيت قديم ومش مرتب، وكان دايما يبص عليها بنظرات مش مفهومة. فاطمة حاولت تتجاهله لحد ما وصل قدام بيتها. فجأة، الرجل ده هجم عليها، حاول يسرق شنطتها ويجري بسرعة. فاطمة جرت وراه، مسكت الشنطة بكل قوتها، وهو كان بيشد فيها. الدنيا كلها اتلخبطت، الشارع كلها تقفز حولهم، لكن فاطمة ما استسلمتش، حاولت تحافظ على شنطتها مهما كان. في اللحظة دي، الرجل ده دفعها بقوة لدرجة إنها وقعت على الأرض. بس فاطمة ما فكرتش تسويبه، قامت بسرعة وفضلت تقاومه لحد ما الشنطة وقعت من يده. لما فتحت الشنطة، اكتشفت إن فيها فلوس كتير بس كلها مزورة. الرجل ده كان عايز يسرقها عشان يهرب بالفلوس المزورة دي. في الوقت ده، كان في واحد من جيرانها اللي شاف اللي حصل، اتصل بالشرطة، وكل الناس اللي كانوا في الشارع تجمعوا حواليهم. الشرطة جت بسرعة، وكان آخر يوم للرجل ده في الحي. تبين إنه كان جزء من عصابة سرقة، كان بيستغل الناس الضعيفة في الحي. فاطمة رجعت بيتها بعد الحادثة، وهي مش مصدقة إنها قدرت تواجه الرجل ده، وبقيت حديث الحي كله. الكل كان بيشكر فيها، والجيران بقي عندهم احترام أكبر ليه.